الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركة اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناة وبيوصلها لاكبر عدد من الناس. فيا ريت ما تنسوش اللي بيفتح الفيديو كده اول ما يفتح الفيديو هو بيفتحه يروح دايس اللايك على طول عشان ما ينساش لما يتفرج على الفيديو ينسى. النهارده بقى نعمل برضو من ضمن الحاجات الموفرة. احنا كنا عاملين كفتة اللحمة اللي بالبطاطس. النهارده بقى نعمل الناجتس بصدر فراخ بس مش كتير. هنعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة برضو. الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها الايام دي حلوة جدا للمدارس. انتوا خلاص داخلين على المدارس فاعملوا الحاجات دي بحيث ان انتوا تعملوها سندوتشات. دلوقتي بقت الجبنات كلها غالية والاسعار بقت عالية، فالحاجات دي برضو من ضمن الحاجات الموفرة اللي هي ممكن توفر مع لو في اطفال والمدارس والحاجات دي هتتعمل سندوتشات هتبقى زيها زي الجبنات، بل بالعكس هتوفر اكتر ومنها يبقى العيل يعني بدل الجبنات وبدل ما بيزهق بياخد وجبة حلوة بتعجبه. والسندوتشات كله بيحبها طبعا زي السندوتشات الجاهزة بالظبط. دلوقتي الناجتس اللي بتتجاب بتاعت اطياب بقت بمبلغ وقدره، فانتوا اعملوها في البيت وهتعملوها مش هتكلفكم حاجات. لو جبتوا نص كيلو صدور ولا كده هتعملوها، ولو جبتوا صدور وفخاد الاتنين برضه هتطلع نتيجتها نفس الجاهزة بالظبط. اول حاجة هنا انا بجيب الفراخ بتاعتي، والصدور كان عندي صدور كده وببتدي ان انا اقطعها وافرمها كويس. طبعا انا غسلتها وصفيتها كويس من المية وبدأت ان انا افرمها كده كويس في الكبة بتاعتي وسبتها. وبعدين في ناس بتعمل الناجتس كده من غير حاجة، وفي ناس تعملها بالبطاطس المسلوقة. انا برضو هحط لها النهارده بطاطس مسلوقة بحيث ان هي تكون وجبة موفرة شوية معانا وفي نفس الوقت بتدي نتيجة حلوة في الناجتس. اكتر الناجتس الجاهزة على فكرة بتبقى اكترها مش حاطين فيها اي كمية فراخ، بل بالعكس بيحطوا فيها بطاطس وحاجات من دي كده كتير يعني. سلقت هنا بطاطساية. طبعا البطاطساية عايزين تبشروها بتكون نتيجتها افضل ما تتعمل في الكبة بصراحة يعني. انا شايفة ان هي تتبشر احلى يعني. هبتدي بقى ان انا كده قطعت البطاطس بتاعتي، حطيت عليها دي معلقة اللي هي المرقة الفورية، مكعب الفوري. بس دي المرقة الفورية مش مكعب. وبدأت احط عليها كده معلقتين نشا كبار. الناجتس لازم يتحط فيه نشا. ولو عندنا طبعا لبن بودر لازم برضو من الاساسيات اللي بتحط فيها لبن بودر، بس انا ما عنديش فانا حطيت نشا وحطيت معلقة اللي هي المكعب المرق بس الفورية البودر مش المكعب. وحطيت ملح ورشة فلفل اسود بسيطة، احنا مش عايزين اي حاجة تغمقها. وحطيت بهارات بتاعة الفراخ وحطيت كده هنا دي معلقتين. ممكن تجيبوا الفيجيتار من عند العطار اللي هو السايب او كيس. انا كان عندي من السايب ده فحطيت شوية كده حلوين. يبقى هنحط تاني بطاطس، ملح، فلفل اسود، بهارات، معلقتين نشا، شوية من اللي هو الفيجيتار السايب، شوية بيكنج باودر كده حاجة بسيطة عشان ما تبقاش مكتومة. بس هي دي المكونات اللي عندنا. هبتدي بقى افرم كل ده كويس. وزي ما قلت لكم لو انتوا حابين البطاطس تبشروها بمبشره ناعمه كده صغيره افضل بكتير من ان انتوا تعملوها في الكبه بتخلي لها ليها عرق، فالافضل ان انتوا تضربوها كده. واللي انا بحطه دلوقتي بصل بودر وتوم بودر، دول برضو من ضمن الوصفه لازم نحطهم. بصل بودر، توم بودر، نشا، لبن بودر لو موجود لو متوفر، دي من الحاجات الاساسيه. والفيجيتار دول من الحاجات الاساسيه في الناجتس. هبتدي بقى ان انا افرم الحاجات دي كلها كده. زي ما قلت لكم لو افضل ان انتوا تبشروها بمبشره ناعمه. انا هحاول كده هحس ان الكميه مش بتتضرب معايا كويس، فهبتدي ان انا افضي شويه كده واضربها وبعدين اكمل الضرب اللي عندي. وما تقولوش ان بطاطسايه كتيره، على لا البطاطسايه مش كتيره، ان كده الكميه مناسبه مع بعض. انا كان عندي صدر اللي هو الفراخ ده صدر حلو معقول حجمه معقول، حطيت عليه كده بطاطسايه حلوه
فزي ما قلت لكم انتوا اصلا مش هتحسوا بطعم البطاطس خالص فيها. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم وجبات تنفع للمدارس وتنفع للبيوت حتى بطريقه موفره شويه. طبعا الغلو اللي احنا فيه ربنا يعين كل واحد، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقتصد ونطلع حاجات كويسه، وفي نفس الوقت ما تكلفناش كتير زي ما نشتريها جاهزه. هبتدي كده اهو زي ما انتوا شايفين، ابتدي افرم واحده واحده كده واحط كده على الناجتس بتاعتي، وبعدين هعجنهم كويس. وبعد ما بعجنها بجيب بقى مثلا قارب كده مربع او اي حاجة او كيس افرشه على شكل مربع كده، وادهن فيه نقطة زيت، وابتدي افرد الناجتس بتاعنا. الناجتس اللي احنا بنجيبه جاهز شوية بيبقى تخين شوية، انا بحب ان انا ما اخلوش تخين، ارفعه شوية، وبعد بحيث ان انا لما اجي اقليه ما يبقاش ني من جوه يعني. هبتدي بقى ان انا افردها كده على كيس واحطها في الفريزر تجمد، وبعدين اطلعها بنقطعها الاول قبل ما بنشيلها، وبعدين بطلعها تمسك بس شويه في الفريزر، واروح عاملاها بالبيض واللي هي المقرمشات. انا دلوقتي الفيديو ده هعملها لحد لما انا هفردها كده في الصينيه واقطعها واشيلها في الفريزر شويه، ولينا فيديو تاني ان شاء الله لما اطلعها اعملها بالبيض والمقرمشات واقليها، هتشوفوا النتيجه بتاعتها. بس انا حبيت ان انا اديكم الفكره، وانا لسه ما جهزتهاش يعني التجهيز الكامل، بس هنجهزها مع بعضين ان شاء الله. اول ما اعملها هصورها لكم. انا حبيت بس اديكم الفكره، وان انا لينا فيديو تاني ليها هكملها لكم. بس انا عشان كان الوقت مش ما سعفنيش ان انا ان انا احطها مثلا تجمد شويه وبعدين اطلعها اعمل الخطوه دي، فهعملها لكم في فيديو تاني. بس هنبتدي بقى زي ما انتوا، اهم حاجه طبعا تحطوا نقطه الزيت، لان الزيت هو اللي هيساعد على فرد دي. انا هنا اللي كانت الصينيه كبيره قوي، فانا بس يعني حاولت ان انا افردها عليها. بس انتوا ممكن تحطوا صينيه اصغر، ممكن ما تعملوش في صينيه خالص، تاخدوا قطع وتشكلوها بايديكم، تخلوها يعني تخلوها كده مربعات صغيره، مش شرط ان انتوا تفردوها خالص. ممكن تحطوا زيت كده وتاخدوا قطعه وتربعوها على ايديكم كده، زي ما بتشوفوا كده الناجتس الجاهزه. وبس انا بحب كده افردها في حاجه، بحيث ان انا ما بحبش يكون السمك بتاعها تقيل، ولسه هنعمل لها الكفر بالبيض والمقرمشات. فانا شايفه السمك اللي انا هعمله كويس، اللي مش حابب السمك ده يزود السمك اللي هو عايزه. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك زي ما قلت لكم، اعملوا لي لايك، وهنحاول ان احنا نعمل وجبات موفره شويه عشان في ظل الغلو اللي احنا فيه وداخلين على المدارس. واستنوا باقي الفيديو الجاي. مع السلامه.